Hello everyone. أهلا وسهلا بكم في سلسلة تعلم النطق الصحيح لحروف وكلمات اللغة الإنجليزية باللهجة البريطانية. قبل ما نبتدي حابب أقول شوية حاجات مهمة جدا. في الأول، من المعروف إن اللي نفسه يتعلم أو يوصل لحاجة حلوة في حياته أكيد لازم يتعب لغاية لما يوصل لها، وبإذن ربنا بيوصل وبيحقق اللي كان نفسه يتعلمه أو يوصل له. فياريت كل واحد بيشوف وبيسمع الفيديو ده لو سمحت لازم تكون مركز جدا وما تخليش حاجة تشغل بالك خالص علشان تستفاد. ولو كنت بتتفرج على الفيديو مجرد مشاهدة أو تسلية يبقى الفيديو ده مش ليك، لأن للأسف الفيديو ده مش للتسلية، ولكن الفيديو ده لكل واحد فينا حابب يتعلم اللغة الإنجليزية بجد، وده هدفه ونفسه يحققه وبإذن ربنا هيحققه. بس قبل ما نبدأ، لو انت جديد وأول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد على القناة، وما تنساش تشوف باقي الفيديوز علشان تتابع معانا من الأول. أما لو كنت مشترك في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتكتب لنا تعليقك في الكومنتس. يلا بينا، خلينا نبدأ. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. الفيديو ده إن شاء الله تكملة للفيديو اللي فات اللي كنا خدنا فيه الحروف كلها. زي ما اتفقنا حروف اللغة الإنجليزية 26 حرف، منهم 21 حرف consonant حروف ساكنة، وعندي 5 حروف vowels حروف متحركة أو حروف العلة زي ما بيقولوا يعني. فالنهاردة إن شاء الله هناخد زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات إن النهاردة هيبقى الفيديو عبارة عن كل حرف بكل أصواته، ولكن طبعا علشان ما يبقاش في ملل ويبقى أهم من كل ده يبقى في تركيز، لأن الموضوع عاوز حفظ. لو أنت عندك موهبة الحفظ، طب أنا ما عنديش موهبة الحفظ أو مش بحفظ بسهولة، يبقى الحل الوحيد إن حضرتك هتجيب كشكول وقلم وتكتب اللي هنقوله في الفيديو. هنبدأ إن شاء الله بأول حرف ال A. احنا بننطقه زي الألف الممدودة في اللغة العربية، زي كلمة man، hand، land. برضو بننطقه زي اليه زي كلمة كيك في اللغة العربية. لو الحرف جه في نص الكلمة والكلمة بتنتهي بحرف اي زي كلمة كيك، race، name. برضو بننطقه زي اليه زي كلمة كيك في اللغة العربية لو الحرف جه بعده على طول حرف اي زي كلمة air، rain، nail. وبرضو بننطقه زي الواو زي كلمة جول في اللغة العربية لو كان جاي بعده على طول اي حرف من دول، اليو او الدبليو او ال زي كلمة بول، تول، دون. اخر حاجة بقى بننطقه زي الفتحة لو جه في اول الكلمة زي كلمة ago، above. كده كل الاصوات الخاصة بحرف ال A. لو حابب تراجع وقف الفيديو وراجع الجزء اللي فات، او لو حبيت تدونه وتكتبه زي ما اتفقنا. دي حاجة ترجع لكل واحد بيتفرج على الفيديو. انت ربنا مديك الموهبة زي ما اتفقنا انك تحفظ فاحفظ. طب ما عنديش موهبة الحفظ بسهولة، يبقى انا لازم اكتب. افتكر دايما قبل ما اكمل ان الهدف الاساسي في الفيديو ده او تكملة الموضوع بتاع اصوات اللغة الانجليزية، هدفه الاساسي انك تقدر تقرأ اي كلمة وتنطقها، وحتى لو بتستهجاها سواء شفوي او تحريري كتابة ان شاء الله مش هتغلط، بشرط لو فضلت مركز في الفيديوهات كلها وحفظت يا اما كتبت الحاجة ديت في الكشكول.
ندخل على الحرف اللي بعده، حرف البي. بننطقه زي صوت حرف الباء في اللغة العربية، زي كلمة بول، بانك، فيب. مش بننطقه خالص لو جه بعده على طول حرف الام، زي كلمة لام، كلايم. طيب، برضو مش بننطقه لو جه بعده على طول حرف التي، زي كلمة ساطل، ساطل. نيجي بعد كده على حرف السي. بننطقه زي السين لو جه بعده على طول اي حرف من دول، الاي او الواي او الاي، زي كلمة race، circle، ice. بننطقه زي حرف الك او الكاف لو جه بعده اي حرف ما عدا الحروف اللي فاتت، زي الاي والواي والاي، زي كلمة cut، clean، car. برضو بننطقه كاف لو جه في نهاية الكلمة، زي traffic. ندخل على حرف الدي. بننطقه زي حرف الدال في اللغة العربية، زي كلمة bed، dad. مش بننطق حرف الدي في بعض الكلمات، زي الكلمات دي sandwich. سمعتوا؟ sandwich، مش اسمه ساندويتش. احنا بنتعلم النطق السليم، sandwich. وزي كلمة handsome. بننطق حرف الدي ت أو تي لما يجي في نهاية الفعل المنتظم في الماضي البسيط. طبعا الماضي البسيط ده إن شاء الله يعني في مراحل قادمة هناخد أزمنة اللغة الإنجليزية في القواعد يعني. فمبدئيا بننطق حرف الدي بصوت تي لما يجي في نهاية الفعل المنتظم في الماضي البسيط، لما يجي قبله على طول أي حاجة من الحروف دي، سواء P أو PH أو S أو F أو SH أو CH أو K. وبرضو لما يجي قبله TH بس لما يبقى اتنطق ث، زي كلمة pass، passed، watch، watched، laugh، laughed. نيجي بعد كده على حرف الإي. بننطقه زي الكسرة في اللغة العربية بس لما يكون حرف واحد في الكلمة، زي كلمة net، vet، bed، men. بننطقه زي الياء الممدودة، زي كلمة عيد في اللغة العربية لما يكون الحرف متكرر ورا بعض أو بعده حرف ال A، زي كلمة meet، meet، need، see، three، free. لو حرف ال E جه في نهاية الكلمة بيبقى صامت، مش بيتنطق، زي كلمة make، cake، name. ولكن فيه بعض الكلمات بننطقه في آخر الكلمة، زي كلمة me أو he. نيجي ندخل على حرف ال F. بننطقه زي حرف الفاء في اللغة العربية، زي كلمة fish، food،
نيجي على حرف الجي، عاوز تركيز كبير جدا في حرف الجي. بننطقه زي الجيم المصرية، جيم، بشرط ما يكونش بعده اي حرف من دولت، ولا الاي او الاي او الواي. زي كلمة God، gum، green، garden، go، glue. بننطقه بقى زي الجيم اللي هي المفروض الجيم، اللي هي بطريقة الصعيد، او بيقول عليها الجيم المتعطشة، الجيم، لو جه بعده اي حرف بقى من دول، الاي او الاي او الواي. زي كلمة جراف، جيم، انجينير. برضو خد بالك في بعض الكلمات مش بتيجي مع القاعدة دي خالص، زي كلمة جيل، جيت. مش بننطق حرف الجي لما يكون في آخر الكلمة وقبله حرف الان، زي كلمة evening. وأي كلمة بتنتهي عامة بأي ان جي مش بننطق الجي، وبيبقى آخر حاجة بننطقها حرف الان، زي كلمة swimming، reading، writing، watching. برضو مش بننطقه لو جه بعده على طول حرف ال N، زي كلمة design، sign. ولكن بننطق حرف الجي لو جه قبله حرف ال N بشرط واحد، يكون بعد حرف الجي حروف تانية زي كلمة angry، single، finger. نيجي بقى على حرف ال H، بننطقه زي حرف الهاء في اللغة العربية، زي كلمة hi، hello، hat، hot، behind. برضو خد بالك ان حرف ال H مش بننطقه في بداية بعض الكلمات، زي كلمة our، honest. برضو مش بننطقه لما يكون قبله حرف ال W، زي كلمة what، where، why، when، white. ولكن برضو خد بالك في بعض الكلمات مش بتاخد القاعدة دي خالص، ولكن بننطق الحرف فيها، زي كلمة who، whose. نيجي بقى على حرف ال I، بننطقه زي الألف اللي تحتها همزة من تحت في اللغة العربية، زي كلمة F، thin، sin. خدت بالك انا بقول ايه الكلمتين اللي فاتوا؟ thin وسن، ink، milk، when. برضو بننطقه زي اسمه كده، يعني I لما يكون في بداية الكلمة، زي كلمة ice، item. وبرضو لو جه في نص الكلمة اللي بتنتهي بحرف E، زي كلمة wise، size، nice، smile. وبرضو بننطقه I لو جه بعده الحرفين دول، الجي والH، زي كلمة high، night، light. وخلي بالك بننطقه في الكلمات ديت كده، bad، مش برد، بقول bad، girl،
ثاد باث. نيجي على حرف الجي، بننطقه زي الج، زي كلمة job jug. نيجي على حرف الكي، بننطقه زي حرف الكاف في اللغة العربية، زي كلمة kind like bike. مش بننطق حرف الكي لما يكون بعده حرف ان، زي كلمة knee knife knock. ولكن بيبقى بعض الكلمات النادرة جدا بننطقه حتى لو كان بعده حرف ال N، زي كلمة acknowledge. نيجي بقى على حرف ال L، ده بيبقى ليه صوتين. أول صوت وهو بيبقى لام لما بيكون في بداية أو نص الكلمة، زي كلمة lemon blue. والصوت التاني بيبقى برضو لام، أو بيبقى زي حرف الواو الممدودة، زي كلمة apple L call. في بقى كلمات مش بننطق فيه حرف ال L خالص، زي الكلمات دي: walk talk calm bomb should could have. نيجي على حرف ال M، بننطقه زي حرف الميم في اللغة العربية، زي كلمة milk come monkey. نيجي بقى على حرف ال N، بننطقه زي حرف النون في اللغة العربية، زي كلمة net night nice monk bank. مش بننطقه نهائي لما يكون قبله مباشرة حرف ال M، زي كلمة ham column. نيجي على حرف ال O، بننطقه زي حرف الواو الممدودة بس مد قصير، زي كلمة hot put. بننطقه زي حرف الواو الممدودة مد طويل بقى لما يكون حرف ال O متكرر مرتين ورا بعض، زي كلمة moon spoon. خد بالك هنا ان في بعض الكلمات مش بتمشي بالقاعدة ديت، بمعنى اننا بننطقه اكنه حرف ال O واحد رغم انه مكتوب مرتين ورا بعض، زي كلمة book hook. برضو بننطقه بصوت O لما يكون حرف ال O جاي في نهاية الكلمة، زي كلمة so. وبرضو لما بيجي في نص الكلمة اللي بتنتهي بحرف ال E، زي كلمة bone cone. برضو بننطقه O لما يكون في بداية الكلمة، زي كلمة open orange. آخر حاجة بقى بننطقه بصوت زي كلمة come some. نيجي بقى على حرف ال P. مبدئيا الحرف ده لازم يطلع من بقك وانت بتنطقه هوا بسيط علشان تقدر تفرق بينه وبين حرف ال B.
هقول لك مثال بسيط يخليك تقدر تفرق ما بين البي العادية والبي، حرف البي العادي والبي اللي هناخده دلوقتي. جيب ورقة من الكشكول أو الكراسة وحطها قدام بقك بحوالي 5 أو 10 سنتي، وقول مثلا كلمة بوك أو كلمة بول. لو طلع من بقك هوا في الكلمتين دولت خبط في الورقة اللي قدام بقك، يبقى انت بتنطق الكلمة ديت او الحرف البي فور بوك بتنطقه غلط. لو ما طلعش هوا يبقى انت بتنطق حرف البي ده كويس بطريقة صحيحة. طيب حرف البي بقى عايز اتأكد ان انا بنطقه صح، تعمل ايه؟ زي ما انت حاطط الورقة كده تقول كلمة put put. لو طلع هوا وهز الورقة يبقى انت كده بتعرف تفرق في النطق ما بين البي والبي، وكمان علشان اللي بيسمعك يفهمك. زي كلمة put apple put apple pineapple pineapple. مش بننطقه لما بيجي بعده حرف الاس زي كلمة psychology psychology. نيجي على حرف Q، ده من الآخر خدها قاعدة كده، لازم يجي بعده على طول مباشرة حرف اليو وبننطقه كاف زي كلمة queen quiet quick quality. مش quality، خدت بالك؟ quality. بص الكلمة الجاية نطقها ايه؟ كوتا. ايه ده؟ كوتا؟ دي اسمها كوارتر. كوارتر؟ صدقني ما اسمهاش كوارتر، اسمها كوتا كوتا. الا لو انت بقى سمعتها حاجة تانية باللهجة الامريكية، ولكن اللهجة البريطانية بتنطق الكلمة دي صح، كوتا. نيجي بقى على حرف اسمه ما اسموش ار. هقف هنا بس نقطة مهمة في الحرف ده بالذات قبل ما ابدأ في الصوت بتاعته. احنا عندنا دايما متعودين في مصر بنقول ايه مثلا؟ الجو حر. خدتوا بالكم ايه اللي حصل؟ سمعتوا حرف الر عامل ازاي وانا بنطق كلمة حر؟ اكيد سمعتوه اكتر من مرة. اسمعوا كده، الجو حر. دي بقى مشكلة بتقابلنا احنا في اللغة الانجليزية لما بنيجي ننطق حاجة فيها ار، فبيقعد يعمل معانا زي كلمة حر كده. بص احنا عشان بنتعلم مع بعض اللهجة البريطانية اسم الحرف ده مش ار. بننطقه ر لما يكون في بداية الكلمة زي كلمة ring. برضو بننطقه ر لما يكون بعده على طول أي حرف من الحروف المتحركة الخمسة، ال A أو ال I أو ال E أو ال U أو ال O، زي كلمة brain trave from. برضو خد بالك لو جه بعده حرف Y بننطقه زي كلمة story. مش بننطق حرف ال لو جه في نهاية الكلمة زي كلمة teacher car center mother. برضو مش بننطقه لو جه بعده أي حرف ساكن زي كلمة girl modern fast. خدتوا بالكم يا جماعة؟ fast مش first، fast hot dark. نيجي على حرف الاس.
بننطقه زي حرف السين في اللغة العربية زي كلمة sun. yes. بننطقه صوت زين لو جه قبله وبعده حرفين متحركين زي كلمة vase nose. خد بالك ان في كلمات مش بتمشي مع القاعدة دي وبننطقه فيها سين زي كلمة chase. بننطقه زين لما يكون موجود في نهاية الكلمة في صيغة الجمع أو في نهاية فعل في المضارع البسيط لو كان الحرف اللي قبله من الحروف دي البي E L M N A V W Y D زي كلمة beds doors roads arms. بلاش كلمة arms. arms dogs cars. برضو بننطقه زين لو ضفنا s لفعل بينتهي بأي أصوات من الحروف المتحركة زي كلمة stay stays no knows. وبننطقه زين لو جه ما بين حرفين متحركين زي كلمة disease. برضو بننطقه زي صوت is لما تكون الكلمة بتنتهي بأي صوت من الحروف دي الزد أو الجي أو الاس أو السي اتش أو الاس اتش زي كلمة dish dishes box boxes bus buses finish finishes catch catches. بننطق بعض الكلمات بصوت ش زي الشين في اللغة العربية لو جه بعده حرف اليو زي كلمة شوجا شو. وبرضه بننطقه صوت شين ش لو جه الحرف متكرر مرتين ورا بعض زي كلمة ميشن بريشا. بننطقه جيم بس اللي هي متعطشة الجيم يعني في بعض الكلمات لما يجي بعده على طول حرف اليو زي كلمة casual measure. نيجي بقى على حرف التي صدقوني بننطقه زي حرف التاء في اللغة العربية يعني مش بننطقه ط بننطقه ت زي كلمة تول تايجر. مش بننطقه بعض الكلمات زي الكلمات دي often castle وزي كلمة watch watch. ايه ده ما انت نطقته هنا اهو. لا صدقني ما نطقتهوش ولكن انت سمعت نطقه لان الحرفين دولت السي والاتش بيعملوا مع بعض صوت تش فكان لازم اقول watch. نيجي بقى على حرف اليو بننطقه زي الأ بس مخطوفة شوية يعني مش بنمد فيها زي كلمة up cup not. بننطقه زي اسمه يعني يو زي الكلمات دي cute use. بننطقه بصوت A في بعض الكلمات زي كلمة burn ten. بننطقه زي الواو الممدودة مد طويل لما بيجي بعده على طول حرف الإي زي كلمة glue blue. بننطقه زي الواو الممدودة بس مد قصير زي كلمة full put.
نيجي بقى على حرف ال V، بننطقه ذ زي كلمة than، vet، volleyball. نيجي بقى على حرف ال W، بننطقه واو زي كلمة when، woman، with، week، wolf. مش بننطقه لو جه بعده حرف ال A زي كلمة right، رايتة. مش بننطقه لو جه بعده حرف ال H في بعض الكلمات زي كلمة who، whose، whole، whom. مش بننطقه في بعض الكلمات زي الكلمات دي sword، answer. نيجي بقى على حرف ال X، بننطقه كس زي كلمة fix، mix. برضو بننطقه جز كده زي الجي والزد لو جه ما بين حرفين متحركين زي كلمة exam، example، exit. بننطقه زين في بعض الكلمات زي كلمة زيروكس وكلمة زيلفون. نيجي بقى على حرف الواي، بننطقه يه لو جه في بداية الكلمة زي كلمة yellow، يام، young. بننطقه صوت اي زي كلمة poppy، happy، carry، ready. بننطقه صوت اي في نهاية بعض الكلمات زي كلمة باي، باي، ماي، واي، cry. برضو بننطقه اي في بعض الكلمات زي كلمة buy، recycle. نيجي لآخر حرف بقى وهو حرف الزد، بننطقه زين زي كلمة zoo، zero. عندنا الحرفين ال S وال H بيعملوا صوت ش زي كلمة fashion، مسموش fashion، fashion. وكلمة shop، fish. شادي اسم شخص يعني شادي. نيجي للحرفين السي والاتش، بيعملوا صوت ش بس خد بالك تنطق الت خفيفة زي كلمة rich، match، cheese، child. في بعض الكلمات مش بتمشي على القاعدة ديت وبتتنطق ش زي كلمة شيف، ما قلتش تشيف، بقول شيف. برضو نلاقي الحرفين دولت بيتنطقوا في بعض الكلمات بصوت ك، كاف يعني، زي كلمة headache، chemistry، character. نيجي للحرفين ال P وال H، دول بيعملوا صوت ف زي كلمة phone، photo، elephant. نيجي للحرفين ال T وال H، دول بيعملوا صوتين في صوت بيتنطقوا فيه ث ولكن مش سين، فلو سمحتم ننطقه
زي كلمة ثعبان في اللغة العربية. في بعض الكلمات زي كلمة think، thin، math، bath. برضو بيعملوا صوت التاني بس مختلف. في بعض الكلمات بيعملوا صوت ذال، بس خد بالك مش زد، ذال، زي كلمة these، they، وذا. معلومة كده على السريع، مفيش قاعدة موجودة بتحدد امتى انطق الحرفين دولت ث او ذال، ولكن علشان تعرف تقدر مفيش غير حل واحد انك تشوفها في الترانسكريبشن في القواميس. نيجي للحرفين W وال H، دول بيعملوا صوت و، زي كلمة white، when، what، where. نيجي للحرفين دول السي والاي، دول بيعملوا صوت ش، زي كلمة special، مش special، اسمها ايه؟ special. ودي اسمها official، مش official، official. وعندنا كلمة اسمها delicious. نيجي للحرفين دول الجي والH، بيعملوا صوت ف، زي حرف الف في اللغة العربية في بعض الكلمات زي كلمة laugh. وبرضو بيعملوا صوت جيم في بعض الكلمات زي كلمة ghost، سباكيتي. برضو بيعملوا صوت غين زي اسم غالي، شخص اسمه غالي يعني غالي. الحرفين دولت مش بننطقهم في بعض الكلمات زي كلمة night، right. نيجي للحرفين دول بقى التي واليو، بيعملوا صوت تش في بعض الكلمات زي كلمة nature، nature. كده احنا خلصنا أصوات الحروف المركبة من حرفين مع بعض. نيجي ندخل بقى في الحروف التلاتة مع بعض. عندنا 3 حروف مثلا التي والسي والH مع بعض كلهم بيعملوا صوت تش زي كلمة match، watch. نيجي لل4 حروف دول بقى مع بعض التي والاي والاو والان، دول بيعملوا صوت شن زي كلمة station، animation. نيجي لآخر حروف في الأصوات الاس والاي والاو والان مع بعض، دول بيعملوا صوت جن زي كلمة decision، television. وبكده نكون خلصنا والحمد لله كل الأصوات لحروف اللغة الإنجليزية الفردية والحروف المركبة من حرفين مع بعض أو 3 أو 4 حروف. حابب أوضح لكم حاجة مهمة بسبب الدرس ده والدروس الخاصة برضو اللي فاتت بالأصوات لحروف اللغة الإنجليزية. حضراتكم لو بنعمة ربنا استفدتم من كل الفيديوهات الخاصة بأصوات حروف اللغة الإنجليزية، إن شاء الله ده هيساعد حضرتك في كذا حاجة. إيه مثلا؟ حضرتك هتقدر تقرأ أي كلمة في اللغة الإنجليزية في أي كتاب وأي مجال، هتقدر تحفظ بسهولة، هتقدر تكتب بدون غلط لأنك عارف صوت الحروف، فبالتالي مش هتكتب أي حاجة غلط سواء حضرتك كنت طالب أو حضرتك موظف وشغلك في الإنجليش بتحتاج كتابة. ففي كل الأحوال لو استفدت من الفيديوهات اللي فاتت لغاية هذا الفيديو
ان شاء الله هتقدر تكتب بدون اي غلطات، وتقرا بدون اي غلطات، وتتكلم بدون اي غلط. لانك لما تيجي تتكلم مع اي حد هتتكلم معه وهو فاهمك. يعني مثلا هيبان منك مثلا انت تقصد مثلا كلمة but ولا put. يعني حرف البي بيتنطق ب، وحرف البي بيتنطق ب، بس بيطلع معاها هوا. فلو ما طلعتش الهوا ده مثلا اللي قدامك مش هيفهم انت تقصد انهي حاجة. فاتمنى اكون وصلت لحضراتكم ووضحت ليكم كل الأصوات الخاصة في اللغة الإنجليزية للحروف كلها. شكرا لكم على متابعتكم، واستنوا إن شاء الله في الحلقات القادمة حاجات جديدة. ولو نفسك في حاجة معينة حابب إن احنا ندرسها مع بعض أو نبدأ فيها، ياريت تكتب لنا في الكومنت حضرتك نفسك تتعلم في إيه أو ندرس مع بعض إيه. شكرا لكم، أشوفكم الحلقة القادمة. Goodbye.